لو قايمة الصبح كده عايزة تفطري حاجة مختلفة وما تكلفهاش كتير، سريعة واقتصادية، حابة تسقسقي كده بسكوتة في كوباية الشاي بلبن، يبقى شوفي الفيديو ده. هنعمل النهاردة بسكوت في 5 دقايق، ولا بيض ولا سمنة ولا زبدة، اقتصادي قوي يا جماعة، قرمشة فوق الخيال. ولما تسقسقيه كده في كوباية الشاي يدوب دوب كده. تعالوا نعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. حطيلي لايك، لو مرة تشوفيني اوعي تنسي تتابعيني وشير في الخير. ويلا سمي الله وصلي على الرسول. ربع كوباية من السكر، مش بقولك اقتصادي. ربع كوباية كمان من الزيت، مش عايزة سمنة ولا عايزة زبدة. هنزل بربع كوباية الزيت. كمان عندي ربع كوباية من الحليب، ودي 3 المكونات الأساسية. طبعا تقدري تستغني عن الحليب وتضيفي عصير برتقان لو انت حابة. رشة ملح. هحط بقى كيس من ريحة البرتقان أو فانيليا البرتقان، بتدي البسكوت ريحة حلوة جدا. وزي ما بقولك ممكن تستغني كمان عن الحليب لو انت مش عايزة حليب. قلبي المكونات بتاعتك لحد ما السكر بتاعك يدوب كويس جدا في قلب الحليب والزيت بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. بعد كده هبتدي اضيف البيكنج باودر، هحتاج معلقه واحده بس صغيره على المقادير دي، وارجع اقلب مره تانية. وكده تقريبا كل الوصفه خلصت، ما فاضلش غير الدقيق. قد ايه سريع واقتصادي جدا وبيرمي معاكي كميه حلوه. هنزل كده بكوبايه الدقيق مبدئيا، واجيب جنبي نص كوبايه عشان لو احتجت. انا كل الوصفه احتاجت معايا كوبايه وربع من الدقيق. خلاص هبتدي اقلب المقدار بتاعي كويس جدا لحد ما احس كده ان الدقيق مع المقدار السائل اداني عجينه كده متماسكه. خلاص ما تعجنيش كتير قوي عشان عايزين برضو البسكوته تبقى ناعمه شويه. هبتدي بقى اقلب كويس جدا واتاكد ان الدقيق كله تداخل في قلب المقدار السائل. ولما اجي اختبر العجينه اختبرها بايدي النظيفه اللي ما تمدتش في الدقيق ابدا ابدا. هي دي اللي بتاكدني ان العجينه بتاعتي مماثله ومش محتاجه لا سوائل ولا دقيق. بعد ما خلصت هاخد العجينه على المفرش بالشكل ده، وابتدي افردها بالنشابه، يعني سمك نص سنتي، من نص سنتي لسنتي، مش اكتر من كده عشان ما تبقاش البسكوته تخينه قوي، احنا عايزينها هشه معانا. هفردها بالشكل اللي انت شايفاه، وباي قطاعه عندك، ممكن بالسكينه وممكن بالكوبايه، ممكن بقطاعه بسكوت، ممكن بطابع، اي حاجه عندك. خليكي سهله وبسيطه، واي حاجه متوفره عندك استخدميها. هبتدي اقطعها بالشكل اللي انت شايفاه ده، والتك جامد قوي علشان تاخد شكل الزجزاج كده بتاع البسكوته بتاعتنا من بره. خلاص. اسرع وجبه فطار قمت عملتها، يعني صاحيه الصبح كده عايزه افطر اي حاجه كده في كوبايه الشاي، سقسقه كده في كوبايه الشاي وافطر بيها. فقلت بسرعه كده كوبايه دقيق وربع كوبايه سكر كده، واعملي لك يا ست شويه بسكوت افطري انت والولاد بيهم. حاجه تحفه مقرمشه هشه وخفيفه، احلى من 100 باكو بتجيبيه من بره. هشيل كل الزوايد بتاعه العجين بالشكل ده، زي ما انتم شايفين. وعشان ادي البسكوته بتاعتي شكل حلو وفي نفس الوقت ما تنتفخش قوي قوي معايا في الفرن كده ويبقى شكلها مش شاعري، هجيب بقى عندي خلة اسنان او خلة شيش طاووق، وابتدي او شوكة يعني اي حاجة، وابتدي اشكشكها زي ما انت شايفة بالشكل ده. وفي نفس الوقت تاخد شكل البسكوتة المعتاد عليها بره، بسكوت الشاي اللي بنجيبها في البواكي كده من بره، بتبقى مخرمة بالشكل ده. خلاص هشكل كل كمية البسكوت بنفس الطريقة دي بالخلة كده، واشكشكها واروح نقلاها في قلب الصينية او الصاج اللي انا هدخله الفرن. عايزة اقولك دي مش كل كمية البسكوت، لا، زوايد العجين بنرجع مرة تانية نفردها ونقطعها، وهتشوفي بنفسك الكمية النهائية كانت قد ايه معايا. بيرمي كمية كبيرة جدا من اقل مقدار تقدري تستخدميه. تمام. كده بعد ما شكلت البسكوت كله، تقدري بقى لا تنقليه بالخله بتاعتك بالشكل ده، او تشيليه بايدك عادي جدا، في الحالتين هيتشال معاكي ومش هيتكسر، لان العجينه مماثله ومظبوطه جدا. هحطها في صينيه دهناها دهنه بسيطه جدا من الزيت اهي، ونشيل بقيه الكميه. بصي اهي بايدينا عادي جدا، مش هيجرالها اي حاجه. اهي عجينتنا لا بتشقق ولا بتتقطع. طيب الفرن بتاعي شغال على 140، هدخل الصينيه لحد ما تستوي وتاخد لون. طبعا كل واحد بيحب البسكوته، في ناس تحبها لونها احمر قوي، في ناس تحبها ذهبي، في ناس بيضه. اللي يريحك اللون اللي تحبيه. انا هعمل على ذوق كل واحد، عندي اللي بيحبها ذهبي وعندي اللي بيحبها محمره جدا. فهعمل صينيه كده وصينيه كده، لكن انت زي ما بتحبي
هتعمليها هتسويها. هدخلها الفرن على 140، ما تزوديش عن كده، وارجع لكم. دي طبعا بقيه العجينه هنرجع نفرد ونعمل بيها كميه تانية هترمي معايا زي ما هنشوف في النهايه كميه حلوه جدا. بصي بقى الكميه بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله ادتني كميه حلوه من البسكوت. كوبايه دقيق كده مع ربع كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه ميه او حليب او برتقان اللي يريحك، وكوبايه الشاي بلبن. ونقعد بقى نفطر كده بسكوته حلوه مقرمشه خفيفه هشه. بصي بقى النهارده في كلمه سر هنقولها مع بعض، عشان اللي بتكتب لي كلمه السر بعرف ان هي تبعت الفيديو للنهايه. كلمه السر النهارده انت بسكوتايه مقرمشه. لو كتبتي لي تحت في الكومنتات انت بسكوتايه مقرمشه هعرف انك سمعتي كل تركايه في الفيديو، وانك تابعتيه للنهايه وانت منصته ومهتمه جدا جدا جدا. حطي لي لايك وشير وانت بسكوتايه مقرمشه تحت في الكومنتات. وطبعا لو في اي كومنت، اي طلبات، اي حاجه عايزينها اكتبها لي تحت في الكومنتات هنعملها مع بعض. عايزه اقول لك كوبايه الشاي بلبن دي في قلبي، حاجه تحفه حلوه جدا جدا جدا. جربوا البسكوته بتاعتنا النهارده. بصي المحمره دي برضو في قلبي، يعني بصي البسكوته المحمره دي حاجه تانية. جربوا البسكوته النهارده وان شاء الله تعجبكم جدا. انت بسكوتيه مقرمشه وهي مقرمشه وهشه فعلا، وسقسقي براحتك بقى ومن غير تكاليف. هستنى ارائكم تحت الوصف. بس ريحتها تحفه، بقول لك ريحتها تحفه. هستنى ارائكم تحت الوصفه، وكومنت انت بسكوتيه مقرمشه عشان اعرف حبيبتي من عدوتي، واللايك والشير ده اهم حاجه. بحبكم جدا، اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.